السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة يا رب. النهاردة هنعمل الكركديه البودر. اللي السهل جدا، اللي هيسهل علينا كتير قوي في شهر رمضان ان شاء الله. وهيبقى جاهز عندنا، يدوب يتقلب في المية وبس، بطريقة حلوة جدا، بطريقة سهلة جدا، وان شاء الله هيعجبكم قوي. طبعا هو بيتباع عند العطارين، بس طبعا بيبقى كله لون، مش كركديه طبيعي وكله مواد صناعية. لكن احنا هنعمله النهارده بطريقة حلوة قوي، من غير اي الوان خالص. اغلب اللي بيعملوه بيحطوا له لون قرمزي، يقولوا عشان يبقى زي بتاع العصارات، بس احنا لا هنحط لون قرمزي ولا اي حاجة. احنا هنعمله زي ما هو كده، واللون هيبقى تحفة وهتشوفوه بنفسكم. نيجي نشوف هنعمله ازاي. على فكرة هو ده نفس اللون، ده نفس الكركديه، نفس الصورة يعني، او ده قبل ما يتعمل، بس اللون الكاميرا، كل ما بحرك كاميرا الموبايل اللون بيتغير من الإضاءة. ربع كيلو كركديه، عليه نص معلقة صغيرة ملح ليمون، وكيلو سكر. على فكرة كيلو سكر ده بيطلع مظبوط، وسكر قليل يعني. لو انتوا بتحبوا السكر زيادة ممكن تخلوه كيلو وربع مثلا. بقلبهم مع بعض كويس جدا. طبعا اللون انتوا شايفين، شو بصوا يعني، انا بقرب الموبايل وببعده الدرجة بتتغير. فانا بوريكم، واللون بتاعه حلو جدا وغامق، ولون حلو قوي، مش اورنج كده خالص يعني. اه شوفوا الكاميرا في نفس اللحظة، مجرد ما بعدتها اللون بقى حاجة تانية يعني. ببتدي بقى احط معلقتين مية بمعلقتين مية، واقلب. طبعا بالمعلقة مش هينفع، هو انا هفصل لما الكاميرا، هلبس جوانتي وافركه كويس جدا بايدي. ما بينفعش بالمعلقة. اهو شايفين اللون لما بعدت الكاميرا، هو ده اللون الحقيقي. لون تحفة، الطعم فظيع، سهل جدا. هتعبيه بقى في أكياس محكمة الغلق، في برطمانات زي ما انتوا عايزين، ويقعد معاكوا طول شهر رمضان. انا هو يقعد بره عادي جدا، بس انا بعينه في التلاجة افضل يعني. اه شوف اللون من قريب، وما بيبعد بيتغير. شايفين شكله؟ الكوباية اخدت معلقتين صغيرين من معلقة الشاي، وطالع حلو جدا. شوف اللون، ولا الوان صناعيه ولا اي حاجه. مفيش غير اني بطحن الكركديه واضيف عليه ملح ليمون وسكر، بس مش اكتر من كده. وببتدي افرك بقى بمعلقتين ميه كده، معلقه معلقه، لغايه ما يبقى معايا مرمل زي حبات الرمل. عبيت جزء في اكياس، وعبيت كمان في برطمان. يا ريت الوصفه بتاعتي تكون عجبتكم. ولو عجبتكم جربوها، هتسهل عليكم كتير قوي في شهر رمضان ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة، وربنا يعود علينا جميعا الأيام بالخير يا رب. ولو عجبتكم وصفتي، ما تنسونيش في اللايك والشير، وكومنت حلو منكم بيفرحني وبيسعدني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.